خوتي نقدر نقول لكم بلي بيتكوفيتش راه في ورطه حقيقيه في هذا المنصب قبل هذا المونديال. ما نقول لكمش ورطه تاع اصابات، وانما ورطه تاع تعدد الخيارات وكثرتها والجوده تاعها مقارنه بالمناصب الاخرى واللي هي مركز الجناح الايمن. ايماجيني عندك 4 لي جوار يتنافسوا في هذا المنصب وكامل فنانين، صافي شكون تدي وشكون تخلي. عندك محرز اللاعب الذي لا يمس واللي ضامن بلاصتو، وعندك حاج موسى وقبل وغجيمس، ومن الفوق بشير بلومي. الله يبارك هذا التنوع كامل جا في جهه واحده، عكس لو كانت تشوف الجهه اليسرى اللي لي جوار ديالها يتعدوا على الاصابع ومستواهم مش ولا بد. ولكن الحاجه اللي تغني في الكوتي دروا انه كل هذو المواهب في الاخر تلقى محرز محتكر المنصب الاساسي. ولحد الان من نهار جا بيتكوفيتش ما شفنا حتى جوار لعب تيتيلر، لانه محرز حجز المكان سواء كان مليح ولا عيان. وانا علاش درت هذه لا فيديو؟ باسكو البارح شفت بزاف ناس تقول لك بلي بلومي لازم يكون في المونديال ويستحق مكانه بعد المستوى اللي قدموا البارح كونتر ميلوال. هو صح الله يبارك سورتو كي تبتعد عليه الاصابات، مي حاليا وين راح ديروا وسط هذه الكثافه وهذه التخمه اللي عندنا في هذا المنصب؟ هو على الاكثر في اي منافسه مركز الجناح يكونوا فيه 3، بصح حنا لهنا راح نديروا استثناء وممكن بيتكوفيتش يديروا، واللي هو محرز وحاج موسى وغجيميس يحطهم كجناح، وقبال يرمي كصانع العاب. صافي هنا وين راح تحط بشير بلومي؟ مازال عنده الوقت، وان شاء الله مور المونديال بعد اعتزال الكوادر نشوفوه باذن الله في ليكيب ناسيونال.